سوبرمان ولا فانتاستيك فور؟ انه فيلم الافضل؟ فيلم سوبرمان وفيلم فانتاستيك فور كانوا من اكتر الافلام المنتظره السنه دي، لانهم اهم فيلمين لاستوديو مارفل واستوديو دي سي ونازلين في نفس الوقت، يعني منافسه شرسه. فعلى السكه وعلى الدغري هما فيلمين مستواهم واحد، لكن بصراحه اللي عجبني اكتر سوبرمان. بالمناسبه انا ما بحبش شخصيه سوبرمان ولا بحب مخرج ومؤلف الفيلم جيمس جان. فيلم كوميك بوكي جدا، استمتعت بوقتي اكتر من فانتاستيك فور. انا ما اعتقدش ان انا هتفرج على فانتاستيك فور تاني، مش عارف ليه. مش عارف هل ده بسبب ان انا محبط من مارفل، فان انا مش جايه معايا ان انا اكمل الحياه بتاعتهم دي. ممكن بسبب بدر ان انا بشوفه خلاص ناقص هدخل المطبخ الاقيه في بيتنا. ممكن بصراحه انا مش عارف احدد انا ليه مفضل فيلم سوبرمان على فانتاستيك فور، لكن بالبلدي وبكل صدق انا فعلا استمتعت بالفيلم ده اكتر بكتير من فانتاستيك فور. على الرغم ان سوبرمان فيلم طفولي اكتر بكتير من فانتاستيك فور، في سذاجه اكبر بكتير من فانتاستيك فور، في سخافه بتاعت جيمس جان ان انا بكرهها، بس معرفش انا عديتها عادي جدا. ممكن بسبب كريبتو، جايز 100% ممكن حبيت الفيلم ده بسبب كريبتو. بالنسبه لي فيلم سوبرمان تفوق على الفانتاستيك فور، واعتقد ان هو هيتفوق في الايرادات برضه. بس كده الاثنين مش احسن حاجه، الاثنين فيلمين كويسين، بس عموما انت هتستمتع جدا لما تتفرج على الاثنين، وما تفوتش الاثنين. منافسه حلوه جدا بين مارفل ودي سي، بقالي زمان ما شفتهاش ومبسوط بيها جدا واتمنى تتكرر تاني. في النهايه نفسي اعرف رايكم، ايه اللي عجبكم اكتر، فيلم سوبرمان ولا فيلم فانتاستيك فور؟ اكتبوا لي في الكومنتات. سلام.